السلام عليكم. مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. توصلكم شي صوت حنين ولا ما توصلش؟ ما كاين الصوت اولا ما كاينش؟ نتمنى يكون الصوت توصلكم شي صوت حنين ولا والو. اهلا وسهلا ومرحبا. كاين الصوت ولا ما كاينش؟ نتمنى يكون الصوت. اهلا مولاي ابراهيم، اهلا وسهلا. كاين الصوت موجود؟ اذا كان الصوت عطينا شي اشاره فيسبوكيه. اذا كان الصوت عفاكم عطيونا شي اشاره فيسبوكيه. كاين مزيان. اهلا وسهلا ومرحبا. رمضان كريم، مرحبا والف مرحبا. هو بزاف الناس عابوا عليا في البريفي، قال لك زعما علاش خليتها انت الربعة الصباح ديال المغرب، جوج الليل ديال المغرب؟ حيت انا دابا كاينات هذاك اللايف اللي درت اخر واحد درتو مع الربعة د العشيه ديالنا حنا، ورا صلاه العشاء ديالكم ديال المغرب، وكليت فيها الدقانه حيت انا تيغلبني الصيام الله يسمح لينا، و تنتدعق تنعيا مع تنصوم بزاف. نتوما قولوا الله اعلم، وانا التقليد عليا تنفطر. الفطور ديالي بسيط جدا، شرابه بالحريره، حنا تنقولوها العروبيه شرابه، هي زلافه ديال الحريره، كاس ديال القهوه، شي تميرات، شي حاجه السفوف، شي حاجه الشباكيه، مره مليويات، مره حريشه صغيره، مره شي شديقه ديال المطلوع، مره بغيرات بالعسل. قرط سالا الفطور، ما كاين لا عشاء لا سحور، تنبقى حتى لغد لين عاوتاني الفطور. حيت نتوما عاوتاني قولوا الله اعلم، وانا التقليد عليا تنخدم 7 ايام في السيمانه، 12 ساعه في النهار، ما نقدرش نفيق بالليل عاوتاني ونتعشى ولا نتسحر ونعاود نرجع الناس وداك الشيء. دونك عندي من الفطور حتى الفطور، دونك كنفطر تنبقى مور الفطور واحد ساعتين ولا 3 تنعس صافي، نقدر نشرب كاس الحليب قبل ما الناس، تنبقى حتى الفطور ديال الغد الليل. هذا هو رمضان عندي. على اين هذه عيب باش دابا كاينين جوج انواع ديال الناس. كاين واحد النوع تيقول لك اسيدي انت في الخارج ما خصكش تهضر، الا بغيتي تهضر خصك تدخل المغرب، دخل المغرب وعاد هضر. الا كنتي في المغرب وكتهضر تيقول لك السي شنو اللي ما عجبكش في المغرب؟ الا ما عجبكش المغرب خرج في حالتك الخارج. يعني الا كنتي في المغرب راك واكل الشحط، دويتي من المغرب غتاكل الشحط، دويتي من الخارج غتاكل الشحط، في جميع الحالات غتاكل الشحط. فوكاش ما غاديش تاكل الشحط لقطعتي الزي، لقطعتي الزي انت رجل صالح، انت مزيان لا عمر دار، انت هو النوع اللي باغيك المخزن. اهلا سي سعيد الغليظ، اهلا وسهلا. ميليس بالطولكيه. فإلا بغيتي تكون رجل صالح يعني خصك تنسى شي حاجه سميتها الهضره، ما خصكش تهضر كاع نهائيا. على اين هادشي جاري به العمل، ولفناه انك فكما تبغي تهضر تيزمولك درقوم، خصك ضروري تسكت. على اين باش تسمح للناس اللي بقاو فايقين حتى لهاد الوقيته هادي. انا قلت زعما السبت على غد الليل لحد ما كاين لا قرايه لا خدمه، يعني يقدر الواحد يسهر شويه باش يتسنى السحور ولا شي حاجه، هذه يعني مزيانه. هادشي اللي كاين. انا ما عجبنيش واحد التصرف، ما عجبنيش بزاف، هو ان سي ناصر الزفزافي كان فاش كنعرف راسو غادي تعتقل كان عطى واحد اليو اس بي للوالده ديالو، الام ديالو، اللي في حياته فيه تصاوروا فيديوهات وداكشي ديال حياته الخاصه ديالو. فخزناتو مسكينه وداكشي كما شفنا في الفيديو ديالها،
ولكن طاحوا عليه صحاب الحال وخداوه واستعملوا معلومات شخصيه، تصور شخصيه وداك الشيء باش يشهروا بالشخصيه ديال السي ناصر الزفزافي على اساس ان مصور مع الشيخات. يعني المخزن تيلعب على هذا الجانب الاخلاقي بزاف، خصوصا في المغرب كامل محافظ، ولكن خصوصا منطقه الريف ناس محافظين بزاف. فالمخزن استعمل هاد الابواق ديالو الدعائيه باش يشهر بالسي ناصر الزفزافي ونشر امور شخصيه ديالو. انا في نظري خص العائله ولا هو فاش يخرج خصو يدعي الدوله، علاش تنشر امور شخصيه ديالو، تنشرها ما عندهاش الحق تنشرها. واحد الملاحظه اخرى اللي لاحظتها هو ان الدوله ولات تستعمل المرتزقه. المرتزقه هما اي ناس تتعطيهم الفلوس باش يقدموا لك واحد الخدمه، تيقدر تعطيهم الفلوس باش يمشيو يقتلوا بنادم، باش يضربوا بالحجر، باش يغوتوا، باش يقولوا ملكنا واحد محمد السادس والملك جطروطوط العدو ولا ما عرفتش تيقولوا ليها الملك عنده شعبو. هادو هما المرتزقه، هما اللي تتعطيهم الرزق الفلوس باش يديروا لك واحد الخدمه، كتعطيهم الزرقالاف باش يديروا لك خدمه، هادو كيتسموا مرتزقه. فالمغرب ولا تيستعمل المرتزقه، وانا ما تنبغيش نستعمل المصطلح ديال البلطاجيه حقاش هذا مصطلح مصري. المصطلح ديالنا حنا مرتزقه، سفهاء، هماج، صوفاجه، شمكريه، تيخلصهم المخزن باش تمشيو لاي تظاهرات تضامنا مع الحراك في الريف، المطالب ديال الريف، تيدخلوا تما بحال بوجعرانات وتيبداو. على اي هاد المرتزقه هادو هما نيت اللي كتعطى لهم الفلوس وتبقاو يروجوا عاوتاني امور على الملك ديالنا، على الملك ديالنا امير المؤمنين حامي المله والدين. تيروجوا عليه بعض الامور اللي كتنشر في مجلات اوروبيه يعني تتمس. نهضروا في هذا الموضوع مره اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم، فاش يشتد الوطيس ديال الحرب الاخلاقيه نهضروا في هذا الموضوع بالديتاي ديالو. تيروجوا بعد عاوتاني التصاور ديال امير المؤمنين في البار مصور مع الدريات وداك الشيء، تنشرهم سفيان البحيري الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، واحد الغلام قاصر، من ملي كان قاصر هو عايش مع امير المؤمنين وما تتفارقش معاه. شفنا مجموعه ديال الصور والفيديوهات بانه مرافق له دائما ملاصق معاه. قاصر على اي دابا راه يقدر يكون بلغ، ولكن كبر في حجر اماره المؤمنين. على اي غادي ندوزو هذا الامر هذا وغادي نقولوا بان الابواق ديال المخزن كتساهم بشكل كبير في الحرب ضد اي واحد تيبغي ينطق بالحقوق ديالو. شفنا اللي كيدريبلي اللي عنده الاجازه قال لك في الادب العربي وكاذب على قناه عموميه قد الخلا، تيقول لهم انا بروفيسور، انا دكتور نفساني، وتيضل يخطب على عباد الله. انتحال شخصيه، ما كاين لا قانون لا والو في البلاد. جميع وسائل الاعلام قالت ودي راه انتحال شخصيه، ما عنده لا دبلوم في علم النفس لا حتى شي حاجه. هذا اللي كيدريبلي وباقي تينتحل الشخصيه ديال هذا الطبيب النفساني وتيكذب على المغاربه وتيشطحوا على المغاربه، تيستحمروهم وتيهاجموا الحراك ديال الريف. ناض الاخر ظلام السليمي حتى هو المحلل، حتى هو السياسي، ناض حتى هو تيرقع مع الراقعين، قال لك حقا الواد الحراك في الريف حراك شيعي تدعموا ايران، او تيسحب ليهم هذو المغاربه كاع صافي. ما عندهمش المخ كاع، تيهضروا مع شي بشر ما عندوش المخ كاع. ايران هاي ايران قالت لعباد الله نوضوا هضروا باش يدير لكم الدوله سبيطار، وما نتوما عارفين ايران
باغا دير وكون درتو سبيطار وهنيونا. على اي غادي نفوتو هادشي كامل وغادي نجيبو السلوم وغادي نطلعو شي درجات في السلوم، غادي نطلعو الفوق وغادي نطلعو على المغرب من الفوق. غندير واحد الطلة على المغرب من الفوق، من فوق السلوم، وغادي نشوفو شنو غادي يبان لينا من الفوق. نحاولوا جميع نشوفوا شنو غيبان لينا من الفوق. اللي غيبان لينا من الفوق هو ان التغيير غادي يجي في المغرب، والناس اللي في سدة الحكم عارفين بان التغيير جاي، ولكن من شكون هما الجهات اللي يقدر يجي منها التغيير؟ في نظري الجد متواضع ان التغيير يقدر يجي من عند 4 ديال الاطراف. الطرف الاول هو الجيش، الطرف الثاني هو الاسلاميين، الطرف الثالث هو المرأة، والطرف الرابع هو الناس ديال البادية زائد الأمازيغ مجموعين. نبداو بالطرف الأول. الطرف الأول هو الجيش. علاش؟ حيت الجيش تعيش واحد الطبقية خطيرة جدا وتعيش واحد الحقرة أكثر منا حنايا المدنيين. الحقرة الدكاكة اللي كدوز على الناس اللي في الجيش أكثر بكثير من الدكاكة اللي دايزة على المدنيين. استعباد بأبشع صوره، من الفوق وجاي الاستعباد. تهضروا عن السمطه لتحت، كاين على السمطه لتحت، والكرامه ديال الانسان في العسكر تمرغوا في التراب. الحقره بزاف زائد الخطفه بزاف، تشفرت بزاف. يكفي انك تدخل الموقع الرسمي اللي تعطيك احصائيات على مداخيل ديال الدول والميزانيات اللي تخصص لوزارة الدفاع لكل دولة والمديونية ديال كل دولة مجموعة من المعطيات. globalfirepower.com يمكن لك نقدر نحطها لكم في نحطها دابا في تعليق، نحطها في تعليق في نقدر نديرها في تعليق هنا نيت. اوكي هاي حطيتها في تعليق. يمكن لك تدخل لهاد globalfirepower.com، غادي تشوف بأم عينيك بأن مثلا المغرب ميزانية وزارة الدفاع في المغرب مثلا سنويا 3 مليار و400 مليون دولار، يعني ما قيمته 3400 مليار سنتيم. ميزانية ضخمة سنويا. فين كتمشي الله أعلم. يعني تنوغيش بزاف الخطفة نايضة في العسكر، صناديق سوداء داخل وزارة الدفاع، كلشي تيخطف، زائد الحقرة بزاف. الأكثر من هذا أن إلا رجعتوا الكاميرا للور غادي تلقاو في 2011 تمت التصفية ديال بزاف ديال الكوادر داخل الجهاز العسكري والجهاز الأمني بصفة عامة في المغرب. علاش؟ حقاش الدولة كانت خايفة وعارفة بأن كاينين الناس اللي واصلة لهم العظم ونحاتهم في 2011، ومازال من مور 2011 حتى البداية ديال 2012 وكانت الدولة مازال كتصفي في العسكر اللي تشتم فيهم الرائحة ديال العصيان. كاينه مسألة أخرى اللي دارها المخزن باش يتجنب التغيير اللي يقدر يجي من عند العسكر، هو الزيادات المهولة من 2011 حتى 2017 في الأجور. يكفي أنك تجوجلي، مزيان الواحد يبدا يبحث على المعلومة. إلا سمعتي الفكرة حاول تبحث عليها باش تشوف واش الفكرة صحيحة ولا لا. شوف في جوجل من 2011 حتى 2017 دابا اللي كنهضر معاك شحال ديال الزيادات مهولة في الأجور للجيش وللأمنيين في المغرب. علاش؟ رشوة من جيوب دافع الضرائب باش هذاك رجل الأمن ولا العسكري يزم درقومه، تيتشرى بالفلوس باش يزم درقومك. تنعطيك 500 درهم زايدة 1200 درهم
1300 درهم، تنبقى نطاول 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 لعل وعسى تزمدر قومك. مع العلم ان حنا عندنا في العسكر في المغرب عندنا تلقاه قرايضي وتبدل ليكوش السوبيريور ديالو لولادو، وتلقاه تيتسخر تيطيب في الكوزينه، تيسيق الدار، تيهبط الجفاف من السطح حتى الباب البراني. يعني العسكر مساكن دايز عليهم الدكاكه بلا معقول زعما. والمخزن عارف هذا الشيء، ولذلك كيدير المستحيل باش يكون كل شيء تحت السيطره. سالينا مع المخزن. ندوزو للطرف الثاني اللي يقدر يجي منه التغيير. الطرف الثاني اللي يقدر يجي منه التغيير هو، جبت قهوتي معايا ما شربتهاش كاع في الفطور. الطرف الثاني اللي يقدر يجي منه التغيير هما الاسلاميين. الاسلاميين كاين جوج ديال لي كاتيجوري. كاين كاتيجوري ديال الحاسي الكابه، تغيير من الداخل، اللايت. هذوك اللايت شدهم المخزن وبهدلهم شرة بهديله. يعني ما كاينش شي مغربي ولاو تيشتيو في هذوك اصحاب الاسلام لايت ولا تيحترمهم، مابقاوش تيحترموهم كاع نهائيا. يعني بهدلهم المخزن، بهدلهم واحد التباديله اللي صافي ما بقاتش عندهم مشروعيه. كاين الطرف الاخر ديال الاسلاميين، اش دار لهم؟ حروب شرسه، اعتقالات. اول بعد المؤسس اتهموه بالحماق، زوطو في سبيطار الحماق، اقامه جبريه، الاعتقالات ديال 90 بزاف. يعني فدوشوهم كما ينبغي. وحاجه اخرى كيستعملها المخزن مع هذا النوع الثاني ديال الاسلاميين هو الحرمان من الرزق، من الدخل د الرزق. تيجري لهم على الناس من الخدامي منذ زمن بعيد. غير هاد المده الاخر هذا عطى لاطاك مزيان، دار لهم هاد الاقالات الجماعيه. اما من زمان الحرمان من الرزق ما كاينش، تيجري من الخدامي بسبب وبدون سبب تيجري عليهم. زائد تلفيق التهم الاخلاقيه لمجموعه من القيادات وداك الشيء، زائد الخناق الزيار بالمعقول، زائد هادشي اللي شفنا مؤخرا اساتذه المتدربين وهذه. يعني تيحاول يلهيهم مع راسهم. تبقى بنادم من كثره الضغط تبقى ملاهي مع راسه هو. والخطا اللي كيدار في نظري انا من عند هذا الطرف الثاني هاد الاسلاميين هو ان ما كاينش ابداع في ردود الفعل على الاضطهاد اللي تنزل عليهم من طرف الدوله. ما كاينش ابداع في ردود الفعل اللي بهدلوا المخزن شي تبهديل اللي ما يبقاش يقدر يقرب لك تيقول هذا غادي يبهدلني. حيت مادام انت ما كتبهدلش هذاك الانسان اللي تيتعدى عليك بزاف، غادي يبقى يتمادى في الاعتداءات. وهذا الشيء اللي كنشوفوه ماشي تيتعدى وتيسخر بعض الاقلام اللي خطيرين. شي اقلام خطيرين، خصوصا واحد السيد زعما واحد الصحفي انا بعدا تنبوظ له، فدار واحد المقال على السي ناصر الزبزافي. قال هذا هبيل مسخلل هذا ديو السبيطار مسكين. تعرفتوه وقيلا اللي كيدير هذاك الشيء ديال كنسميه انا الواسعه كنسميه الواسعه. كيدير قفص الاتهام، تيجيو عند الضيوف ديالو تيقول لهم واش قشابتك واسعه. واش كاين شي صحفي ما يجوجلش ويشوف ويلقى بان الكلمه ديال قشابه كاينه في مناطق عندنا في المغرب. كلمه قشابه تتعني السوءه، تتعني السوه اللي هي بالعربيه الفصحى السوءه. هو تيسول الضيوف ديالو تيقول له واش القشابه ديالك واسعه اكس 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 ال ولا ميديوم ولا لارج. وهذوك مساكن اللي في هذوك المناطق تيبقاو يشوفوا انسان تيسول الاخر تيقول له واش السوءه ديالك واسعه اكس اكس ال ولا ضيقه ولا. يعني شو ما هاد الصحفي هذا دار مقال قال لك نصر الزبزافي هبيل مسخلل ديو السبيطار. هادو هما الابواق اللي تتخاف منهم. هادو هما الابواق
اللي صعيبه ما تتلقاه ما دير له هذا، اش غدير له؟ هو اصلا قشبته واسعه بزاف. على ايين هاد الاسلاميين هادو من كثره ما تيلهيهم المخزن عي مع راسهم هما، دونك صعيبه باش يجي تغيير من عندهم، صعيبه، حيت بنادم واكل الدق بزاف وما كاينش ابداع، ما ابداع زيرو. دونك ما بقاش ما خايفش المخزن، ما خايفش من شي تغيير اللي يقدر يجي من الاسلاميين، خصوصا في الاوضاع الراهنه دابا. شنو وقع في مصر دي، في تونس ومصر، يعني تيشوف بان ما غيزعموش يدخلوا لواحد التجربه اللي فيها بزاف ديال المجهول. اذا مفاهمين، عارفين بان القضيه حامضه تيقار. كاين واحد الطرف ثالث هو المراه. والمراه عبر التاريخ في المغرب وغير المغرب كان كيكون عندها دور كبير جدا 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 في التغيير. وتحيه كبيره بزاف للاخت نوال بن عيسى اللي بهراتني زعما عطات واحد الصوره رائعه للمراه المغربيه الحره. كيكونوا العيالات مجوجه وربعه الاولاد، ومع ذلك تتوقف في الحراك. جاو ديك المره والناس برحت الاولى جاو عندها لدارها، وعندها في الكارني ديالها، في لاكارت ناسيونال عندها الكارني على عند والديها. مشاو عند والديها رعبوهم فين يا نوال، وهي مع راجلها في دار راجلها. فعيطوا ليها ودارت فيديو لايف قالت راه شنو وقع وانا غادي نمشي لعندهم الكوميساريه نقدم راسي وانا ما خايفاش. كبابا، هادو هما العيالات الكبابات اللي تيخاف منهم المخزن، هما هاد النوع هذا. ولذلك المخزن دار مجهود جبار كبير بزاف باش هاد المرأة هادي يعجنها، يرد عندها واحد الصورة مجخلطة خايبة بزاف. ولكن واخا عيا المخزن ما يبهدل في المرأة المغربية، ولكن مازالين بزاف ديال العائلات في المغرب اللي منهم يجي التغيير. والملاحظ اللي تلاحظ الامور الدقيقه غادي راح مثلا فمي فاتحه الله يرحمها اللي ماتت، شكون اللي ناض تدافع؟ عقلتوا على ديك المراه اللي كانت تتهضر كتخرج القرطاس من فمها. الرجال ما كانوش تيقدروا يقولوا الهضره اللي كانت تقول هي. وبزاف في 20 فبراير في الحراك ديال 20 فبراير في 2011 كانوا بزاف ديال الوجوه النسائيه اللي كانت الهضره اللي تيقولوا ما تيقدروش يقولوها شلاغميه، اللي تيمشطوا الشلاغم ديالهم بالمشط ديال العيالات، ما يقدروش يقولوا الكلام اللي كانت تيقولوه عيالات في الحراك ديال 20 فبراير. اذا المراه يعني صعيبه بزاف. الا لاحظتوا حتى التاريخ تيسجل بان مثلا في التاريخ الاسلامي الانسي بسلامتي، في التاريخ الاسلامي مثلا هند بنت عتبه، الابيات اللي كانت قالت في الغزوه ديال احد ديال نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والدر في المخانيق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وأن تدبروا نفارق فراق غير وامق. يعني كانت المرأة حتى في الحروب وفي الغزوات داك الشيء كانت تتشجع، كان عندها دور كبير. حتى الشيخات عندنا في المغرب راه كان عندهم دور كبير في المقاومة ضد المستعمر. ولكن شنو هو اللي يدجن الشيخات في المغرب وردهم عيد ديال هزه البوط؟ هو المخزن اللي رد الشيخه معيوره. لا بغى شي حد يعير شي وحده تقول لها سيري الشيخه. في واحد الوقت كانت الشيخه واحد الوسام، الا قلتي لشي وحده شيخه راه وسام. كانت الشيخه عندها شان، كان عندها جاه كبير الشيخه، ماشي بهزه البوط، لا
كانت بالعيوط، وكانت بالقولان، بثقافة القول. كانت كتخرج الحروف مرصعين من الفم اللي كتشجع عليهم الرجال باش يقاوموا المستعمر. على اي المرأة يعطى بابها دق مزيان المخزن. بقى الطرف الرابع الأخير هو الأمازيغ والبدو. البدو، على ذكر البدو، حنا في المنطقة ديالنا دابا في خطوة استباقية. كان كما قلنا في الناظور والحسيمة، في الريف بصفة عامة عندهم مطالب، يعني على رأس المطالب هو فتح الملفات ديال الأراضي المسترجعة. رجعوا لنا بلاداتنا اللي كان واخدهم لنا المستعمر والإقطاعية الإسبان، وخرجوا خداتهم لنا الدولة. حلوا هاد الملفات، رجعوا لنا بلاداتنا. هذه في الريف الحبيب ديالنا، الريف المقدس. حنا دابا في العروبيه ديالنا في بني حسن، هاد السيمانه شنو بدا؟ هاد السيمانه قال لك غادي يبداو، قالوا لهم غادي نحفظوا لكم المحطات ديالكم. اللي عنده شي خيمه غادي نحفظوا له ديك المحطه ديالو. والناس بداو تيتشجعوا، وبغيت نقول لهم ما تكونوش زطاعي حتى لهاد الدرجه. غيحفظ لك المحطه ديالك، ولكن غتسني في الوراق بانك ما تتسال تا 400 متر في البلادات ديال الجموع. حذاري حذاري حذاري. هادوك بلاداتنا، هادوك والدينا كانوا كيعرضوا صدرهم للقرطاس باش نرجعوهم من عند فرنسيس. ما تجيش انت تسني ليا باش يعطيوك محطه فيها 1000 متر كاري فيها خدام كاع الا كبرت، وانت غتسمع في الالاف المؤلفه ديال الهكتار، مئات الالاف ديال الهكتارات، هي العيان اللي غادي تمشي تسني ليهم. ما تكونش زطعه. الزطاعي هما اللي تيسنيو باش ياخذ بقعه ديال المحطه ديالو ديال الخيمه، ويسمح الا ما طارتش لكش في بلادك، الا ما طارتش كاع نهائيا اي عيوم يخطفوا، غطير لك في حقك انت بوحدك اللي باغي تسني واحد 200 قطار ضربها في 20 مليون، شوف شحال تخرج لك. اللي باغي تسني على محطه غادي يحفظوا لك المحطه ديالك. واش غدير بها انت هاد المحطه هادي وتسمح لهم في المئات الالاف ديال الهكتارات؟ تنقولها وتنعاودها، ما تكونوش زطاعي. والمخزن خايف من التغيير اللي يقدر يجي من عند الناس ديال البوادي، حيت هما اللي واكلين الدق بزاف. مشات لهم بلاداتهم عبر ربوع المغرب كامل. البلدان ديال الناس ديال الباديه خداها لهم المخزن، وفاش خداها المخزن رفع الضريبه على القطاع ديال الفلاحه. كاينش الضريبه. على لمن ما كاينش الضريبه؟ ليك انت اللي خديتي البلادات كاملين حيتي الضريبه على راسك، ماشي الفلاح البسيط. الفلاح البسيط اصلا اش تيفلح؟ النبق. تيبقى الطرف الاخر هو ديال الامازيغ. وامازيغ عندنا فيهم سوس، وعندنا فيهم زايان وزمور، الناس ديال الاطلس، وعندنا الريف. سوس فاتح لهم طلق لهم اللعب لبعض الاعيان في المجال ديال التجاره، ومقرب للقصر شي وحدين، ومريضنا ما عنده باس. بالنسبه لزايان وزمور، زايان شدها تناسب معاها، خدا من عندهم المراه حسن جوج من عندهم، وحرش البصري رد لهم هذيك زايان كلها للوم ماليه. كان على الجره الشيخات، ولات منطقه اللي كانت ديال المقاومه وكانت منطقه حاره، ولات ديال اللوم ماليه. دفق لهم تما الشرابات والكومنجيه والعيوط، صافي تدهى بحال ملوك الطوائف في الاندلس. صافي تدهاو الغناوات الشياخ، وكاين على البوط خدام. وكاينه زمور شدهم بلاصه كوادر في العسكر. والسواد الاعظم ديال زمور العسكر. كانش قرايه، الجهل في المغرب كامل. بعدا السياسه ديال التجهيل في المغرب كامل، من شماله الى جنوبه، من شرقه الى غربه، كان هاد التجهيل.
ولكن المنطقه ديال الزمور بالخصوص تجهيل مطبق، ما كاينش زعما داك الشيء تجهيل. واللي قراو مساكن غير بالقدره الالهيه تيقراو، والسواد الاعظم في العسكر. كان في الاول تيديهم يعني، من بعد ولات بيعه وشريه، ولاو تيعطيو الملايين باش يدخل العسكر، باش يمشي يمردها، باش يمخزني، باش يعني العسكر تلقى السواد الاعظم من زمور مساكن خوتنا مغاربه. سلبوا لهم الاراضي، مئات الالاف ديال الاراضي سلبوها لهم، ولادهم تيدفعوا من العسكر وتتمشي للباديه. دابا تلقى الناس كبار مساكن، تلقى قليل الناس اللي عندهم الملك. اغلبيه اللي كانت عندهم بلادات الجموع تلقاهم ساكن عادي تضربوا الشاقور. ورا الناس يعرفوني، اللي كنهضر مع بزاف ديال الناس في الزمور. انا من الناس اللي كنتواصل مع الناس ديال الباديه في عبده، في دكاله، في زمور، في الشلوح، في كل شيء في المغرب تنتواصل مع مع الباديه. انا كيبقى الطرف الاخير ديال الامازيغ هو ديال الشمال اللي المخزن داخل معاه، ما عرف ما يدير. ف دار الحزب ديال الملك. في الاول كان دار الامين العام ديالو عروبي، شويه حيدوا العروبي، دابا داروا واحد من الريف، زعما لعل وعسى يضبط المنطقه ديال الريف وداك الشيء. ولكن ما سلكاتش. علاش؟ لحقاش المخزن تيدير بلان، سيدي ربي تيدير بلان، وكيجي داك الشيء ما تتعرفيش منين تيخرج. ولذلك تيبان لي انا بان هادشي اللي واقع في الريف صعيبه صعيبه صعيبه، باش الواحد واخا تتشوف من الفوق تتقول يعني ردود الفعل ديال المخزن صعيبه، خرج عن السيطره. دابا ما شنو غادي دير؟ اليوم كاين اخبار بان السي ناصر الزفزافي، المحامي اللي دخلوا عنده قال لك فيه اثر التعذيب في العين ديالو، في الراس، في الظهر، يعني واكل الشحط بزاف ديال التعذيب. باه وصل يلاه شي ساعتين دابا صرح بان وصلته اخبار من عند شي محامين بان السي ناصر الزفزافي نيفو مهرس. يعني اشنو غدير لهاد السيد؟ غتطلقيه انت في ورطه، غتشديه عندك انت في ورطه، من حدك انت شاديه والحراك يتمدد، غادي تعدميه، غيمشي هو للجنه ديريكت، وانت باباك غتاكل الدق هنا. يعني كما دار حار، كما درتي حرتي. الاسم ديال ناصر الزفزافي دخل التاريخ، بغيتي ولا كرهتي دخل التاريخ. وحنا في واحد المرحله تاريخيه اللي مهمه بزاف، وبزاف الناس ما تستشعروش هذا الامر ديال رحنا في واحد المرحله تاريخيه اللي مهمه بزاف 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 بزاف. والاصطفاف مهم بزاف. هذه فتره ديال الغربله، يا اما مع المطالب المشروعه ديال السكينه ديال المغرب كامل والريف بالخصوص، ويا اما انت ظالم متعدي غادي تصطف الطرف الاخر. والطرف الاخر ولاو فيه المنافقين دابا، اللي تقول لك وييه مطالب مشروعه، ولكن الحراك خرج على شنو هو اللي خرجوا؟ اللي خرجوا هو ان الدوله في العوض، الناس تقول لك بغينا نتحاوروا مع الملك ما راضيش يهبط لذاك المستوى ديال السوقه يمشي غادي يتحاور مع الشعب. لا، مصيفط لهم دوك المسؤولين على المقتل ديال محسن فكري الله يرحمه، هاكو تحاوروا معاهم، هاكو تحاوروا مع خنوش. واش مصيفط لي 4 ديال الشفاره تقول لي تتحاور معاهم؟ واش تتحاور معاهم؟ ومع من غادي نتحاوروا؟ غادي نتحاوروا مع الممثلين ديال الجماعات المحليه، وكون كان فيهم الربح هذوك الممثلين ديال الجماعات المحليه ما يطراش هذا الصداع هذا كامل، كون كان فيهم الربح. اذا الدوله تخبطوا خبطه عشواء، والملك مرفع امير المؤمنين اللي كربى عليكم دابا في الجامع وتيدير لكم الدروس الحسنيه ما مسوقش كاع. تا غيجي واحد النهار وقال فهمتكم، تعطلتي يا الكامبو، تعطلتي بزاف، كنتي تفهمنا في الاول.
يقدروا يقولوا لك تروطار حنيني، يقول لك يقدروا يقولوا لك تروطار، يقدروا يقولوا لك تروطار لا شعلت بزاف وتوسعت بزاف. تجيك صعيبه تقول لهم فهمتكم، وتجيك صعيبه تقول لهم ما كانش في راسي. تجيك كلشي غادي يجيك صعيب كلشي. ولذلك انا تنشوف بان ما نعرف سنرى الليله ديال اليوم راه كان بعد البارح خلاو ضربوهم في الشمال كامل وفي الحسيمه وفي مزورن، دخلوا عليهم بالليل قبل السحور، تيفرشخوا في البيبان، تيسبوا من السمطه لتحت. واش هذه دوله ولا عصابه؟ واش يقولوا لي عباد الله واش هذه دوله ولا عصابه؟ كيفاش بغيتي هاد بنادم دابا تيتعاملوا معاهم كما تيتعاملوا حنا معنا العروبيه، حيت حنا العروبيه تيهبطوا لينا داك العسكر والجيش وداك الشيء صافي كلشي تيدوخ تيتخلع تيسدوا عليهم بما. راه الريف راه فاش تدير له هكاك راه تجي تصعريه، راه بحال اللي تدخل يديك وسط شي صندوق ديال النحل وتتبدا دير له بحال هكا، راه تتجعرهم. واحد الانسان باغي سبيطار وباغي جامعه وباغي يخدم وباغي بلاداتو اللي خداها له الصبليون، واش تجي تضرب فيه وتروع فيه وتهرس له البيبان؟ شنو هذه الدوله ولا شنو هي؟ على اي الفيديو اللي كان انتشر البارح ديال المارينز، صيفط هذا الصباح هذا رساله لوزاره الخارجيه ووزاره الدفاع الامريكيه، تنقول فيها بانني كمواطن امريكي شفت واحد الفيديو اللي فيه ناس مغاربه تلبسوا اللباس ديال المارينز الامريكي وتهدوا الناس بالقتل و تتصرفوا التصرفات ديال داعش، وهذا لا يشرفني وكنطلب منكم تدخل عاجل. هذه غير رد فعل واحد اللي داروه بزاف ديال المغاربه اللي كنعرفهم هنا في امريكا. اتصلت بزاف ديال المغربيات والمغاربه اللي داروا نفس الخطوه، اللي تنأكدوا بان من خلالها بان هذا الشيء اللي كيدير المخزن راه عيد تبرهيش، كيدير الاراء ديال اغيليمه البراهش مدور به البراهش. دابا حتى كنبغي نقول شي حاجه تنبقى نقول رمضان هذا، حيت لا يعقل واحد عنده 55 عام ما فهمتش اللباس ديال المراهقين، الالوان المزركشه، شي تصرفات، شي لباسات، شي تخرميز، ما نعرف. انا بعدا ما تنقدرش نهضر في هذا الشيء، تنحشم، تيغلبني وجهي. دابا حسن كان تيستعمل القرطاس، طا 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 طا. دابا هاد محمد بن الحسن ما تيستعملش حتى القرطاس، تيستعمل الكرشك. هذاك الشيء اللي كتدخليه الكرشك هو اللي تيستعملو. المواد اللي كتدخل لك الكرشك كلها كدوز على طريق محمد بن الحسن، سكر، اتاي، زيت، اللي بغيتي، دانون، مسكه، حلوى، طحين، كلشي اللي بغيتي. وواحد الخطا اللي كيدار وكان كيدار وربما باقي تيدار هو ان فاش تيخرجوا في شي مسيرات ولا هادي مليونيه تيبقاو يقولوا انا خرجت في شحال من مسيره ديال العراق في 90 وداك الشيء، تنقولوا يكفينا من الحروب، امريكا عدوة الشعوب. امريكا عدوة الشعوب، راه 80% ديال القمح وفارينه اللي تتاكلوا حنايا في المغرب راه كيجي من امريكان. لا سدت لينا الروبيني ديال القمح وفارينه غناكلوا بعضياتنا، حنا غنبداو ناكلوا بعضياتنا في المغرب. لا سدت علينا امريكا القمح وفارينه. القمح وفارينه مقابل الخيرات ديالنا اللي في المغرب. واش عباد الله تتهرب 5 طن ديال الذهب شهريا للامارات كتباع في السوق السوداء، 112 ألف طن ديال الفضه تتهرب من المغرب سنويا، 112 ألف طن. عرفتي شحال ديال الفلوس ولا ما عرفتيش؟ ما قادش تبني سبيطار وجامعه في الحسيمه. واني راك دوله نيت. زعما انا تنبقى نتعجب علاش، حيت لي داروا ليهم هما الخوتنا في الريف سبيطار وجامعه، غاينوض كلشي باغي سبيطار. بعدا حنا في سيدي يحيى بغينا سبيطار، ناضوا بعض الممثلين ديال المجتمع المدني مشاو اتصلوا بالسلطات، داروا حمله
على الديور وهذاك الشيء اسيدي خصنا سبيطار. واش عيالاتنا ما عندهمش فين يولدوا، ما عندناش فين نداواو. كان عندنا اكبر وزين ديال صناعه الورق المقوى في افريقيا، اضخم وزين في افريقيا كامله على الصعيد الافريقي ديال صناعه الورق المقوى ديال السيلولوز المغرب. كان كينفت السموم ديالو بعيد 3 كيلومتر على سيدي يحيى الغرب، كان كينفت السموم ديالو لعقود. الساكنه ديال سيدي يحيى الغرب فيها جميع الامراض ديال الكره الارضيه. ما عندناش سبيطار عباد الله. ناضو المجتمع المدني تيشكي وبغينا سبيطار، ما بغينا سبيطار. ناض الوالي والعامل جاو عند الممثلين ديال الدوائر الانتخابيه في البلديه وسناوهم، داروا مقال وسنا فيه كل شيء جميع الاعضاء بان هادشي اللي تطالبوا به جمعيات المجتمع المدني كذب في كذب. حنا ما خصنا حتى خير، ما خصنا حتى خير، عندنا السبيطارات كل شيء بخير، المجال الصحي عندنا فيه كل شيء مزيان بخير وعلى خير. دابا هادو شنو غدير ليهم؟ هادو ما خصهمش طريقه زفزافيه للاحتجاج، ما خصهمش الواحد يقول لهم غير خصنا سبيطار وغتبنيو بزز اصل بوكم الكلب غتبنيو سبيطار ويخرجوا لهم بنادم. ولكن بنادم عاجبو الحال بحال هكاك، عاجبو الحال يمشي يتبهدل في سبيطار الغابه في قنيطره، عاجبو الحال الطلبه تيقراو في قنيطره والطوبيسات تيديهم ديال اللي ركبتي فيهم الحواله يهربوا لك، عاجبهم الحال بحال هكاك. خليهم بحال هكاك، بنادم ما باغيش يدوي له حقه خليهم. اللي ما باغيش يدوي له حقه سرو. انا دائما تنقولها، اللي تيدوي له حقه انا معاه، اللي تيرضى بالدل انا معاه، حتى هو معاه. بغيت لك تزيدك دل على دل، زيد سني في الوثائق، والنهار اللي تمرض لك مرتك سير تشحطط معاه في سبيطار الغابه. هذيك الساعه ما غينفعك حتى شي واحد، ما غينفعك لا الوالي ولا العامل. لا مرضت لك امك ولا باك ولا خالك ولا عمك ولا ولدك ولا بنتك، هذيك الساعه سير عند العامل ولا الوالي قول له داوي لي ولدي ولا بنتي. هذيك الساعه تكون انت سنيتي وثيقه. وراه كاينه اللي فيها الاسماء كاع ديال الناس اللي سناو، فيها بعض الاصدقاء ديالي مع كامل الاسف جيران واصدقاء اللي تا هما يسناو بان ما خاصنا لا سبيطار لا والو. شتي على دوله كي دايروا. وعلى ايين هادشي اللي كاين. كنتمنى باش كل شيء يكون بخير وعلى خير. كنتمنى باش ما نكونش طولت عليكم. الريف راه في القلب وغادي يبقى في القلب. وتحيه كبيره للانسانه اللي حركات هذا الماء الراكد 6 شهور. وخوتنا في الريف تغوتوا العداوه عباد الله، وتا واحد ما مسوق ليهم. وسائل الاعلام كانت كلها ضربه اللقوه، اوامر صارمه ما تجبدوش الحس ديال الريف. حتى مشات مرأة قبيله دوينا على المرأة، تغيير يجي من عند المرأة. مرأة في بنيتها في ريعان شبابها مشات للريف زيارة تفقدية، كاتبة رأي ميسة سلام الناجي. مشات للريف تشوف هاد الناس تيقولوا انفصاليين، هادي مشات تشوفهم تلاقى بهم. رجعات طلع المشكل ديال الريف للسقف. مرأة ماشي مرأة، بنيتها باقا في ريعان شباب، باقا في مقتبل العمر. طلعت قضية قد السخط، طلعتها للسطح بنيتها. والشلاغمية ما قدوش شلاغمية. وعلى ايين ما نطولش عليكم. قبل ما ندير هذا اللايف عيب بساعة، واحد الساعة تقريبا، شفت بان قناة الشاهد داير واحد الاعلان بان امين العام ديال العدل الاحسان غادي يدير كلمه. وفرحت بزاف، غادي يدير كلمه. واخيرا غادي دار كلمه من عند اكبر تيار ديني في المغرب، وغادي يهضر على المشكل ديال الريف وديال الثروه. وهذاك الشيء مزيان جميل جدا. خصوصا ان كانت عندي ملاحظه بان القيادات ديال هذا التنظيم كاملين كلهم داروا مقالات زوينه فيها كلام قوي صريح وداك الشيء. ولكن الشعب ما تيقراش
الشعب عندنا حنا، من غير الشعب، شعوب العالم دابا كلها تتعامل بلغه الصوت والصوره، ما بقاش تتعامل بلغه الكتابه. لغه الكتابه دابا قليل الناس عندنا اللي تيقراو، قليل بزاف، وحتى اللي تيقراو ما تتوصلش الرساله كما هي. الرساله كتوصل بالصوت والصوره. ولذلك تنحيي سي محمد بن عبد السلام العبادي انه غادي يدير كلمه بالصوت والصوره، لحقاش هي اللي تتوصل. الرساله اللي تتكون بالصوت والصوره هي اللي تتوصل. الرساله اللي تتكون بمقالات ما تتوصلش. وكنتمنى باش القيادات ديال جميع التيارات في المغرب يبداو يستعملوا بزاف وسائل الاعلام المرئيه اللي تكون بالصوت والصوره هي اللي تتوصل. كما ان الطرف الاخر الاحزاب اللي كتزغرت مع المخزن استعملات الصوت والصوره باش تقول الشعب كامل بان الريف انفصاليين. علاش حنا الطرف الاخر اللي من هنا ما نستعملوش حتى الصوت والصوره باش نقولوا لهم لا الريف ماشي انفصاليين؟ نقولوا لهم بالصوت والصوره، حيت الشعب ما قاريش بزاف، ما قارينش بزاف، السواد الاعظم ما قاريش، واللي قاري ما تيقراش ليكم. اذا الصوت والصوره. ورساله اخيره، رساله اخيره تنأكد عليها دائما، هي التفاعل. راه الطرف الاخر يتفاعل بواحد الشكل رهيب جدا، والطرف اللي هنا الممانع ما تيتفاعلش بالقدر الكافي. مزيان بارطاجيو، مزيان لايكيو، مزيان بارطاجيو. هذا الفيديو هذا اش فيه؟ انا بارطاجي ما قدرتش تبارطاجي هذا، بارطاجي الفيديو اللي قبل منه، اللي درت اللي قبل منه ديال السيمانه اللي فاتت. يعني تنتمنى زعما صديقا تبارطاجيو مزيان، الواحد يبارطاجي وبارطاجيو ونمزاو يا وي. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، والى الحلقه القادمه. حفظكم الله، السلام عليكم.